السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا يا جماعة بشغل جديد من مكان جديد، شغل أخوكم خالد الفخراني لبناء أبراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. بنينا عنبر حمام لاحم فرنسي وخلصناه في نفس اليوم الحمد لله. هنشرح كل التفاصيل وكل الشغل اللي احنا عملناه. طبعا انا رفعت الجلابيه علشان الجو طينه والدنيا الارضيه لسه عايزه تتظبط لسه. هنشرح لكم كل اللي احنا عايزين نقولوه، بس قبل ما نتكلم ونشرح الفيديو عايزين لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان تشوف كل جديد وحصري من قناه اخوكم خالد الفخراني لابراج الحمام. جينا المكان، ظبطنا العنبر الاول. طبعا احنا هنا عملنا السقف جينا وظبطنا العنبر وسلمناه الحمد لله رب العالمين. بس انا حابب ننوه لحاجات صغيره. احنا لما جينا المكان وظبطناه وبنيناه، صاحب العنبر فضل ان هو يعمل السقف بالصاج وعمل علب ودهنه من الخارج اللي هو الناحيه اللي فوق والناحيه اللي تحت باللون الابيض علشان يعكس درجه الحراره. دلوقتي درجه الحراره هنا في العنبر بسم الله ما شاء الله ممتازه. طبعا عمل لفته حلوه خالص ان هو عمل شبابيك باينه اهي، شباك في كل الاماكن، شبابيك كده بالصاج وعزلها بالسلك باينه كمان اهيت ان السلك ده علشان مفيش حمام يطلع منه. يبقى ده هيكون عنبر حمام حابس بالفخار. انا حابب نفتح عشان الاناره والتهويه. جينا احنا قفلنا. لفي لي يا احمد العنبر كده بسرعه في لحظه من مكانك كده وصور وتعالى لي تاني. العنبر ده على مساحه 60 على مساحه 60 متر، واخد 1000 فخاره. كل فخاره زي احنا من حضراتكم معودينكم وبنشرح وبنقول كل فخاره بتكون جاهزه لاستقبال عدد جوز حمام. طبعا في انواع حمام بتاخد فخارتين، وبعض انواع الحمام بتاخد 3 فخارات زي اللحم الفرنسي اللي هننزل منه ان شاء الله هنا. طيب اللحم الفرنسي بيحتاج فخار كبير زي اللي احنا شغالين بيه هنا. طب ليه؟ لان الحمام ده احجامه كبيره، بيوصل لكيلو ونص على الميزان، كيلو وربع، كيلو ونص على الميزان، فمحتاج يكون معاه فخاره كبيره. يعني لو ده هو زغلول لحم هيدخل في الفخاره والدنيا هتبقى مستريحه. انا عايز نجيب الاضاءه، تعالى يا احمد، وعلشان يكون الدنيا واضحه معاك. لو هنقول ان اي فخاره اهو، الكاميرا باينه معاك يا احمد؟ باينه اهو تمام. في مكان تاني اهو زغلول تاني، اذا يبقى الفخاره دي نجحت. بدل ما انا هحط فيها قلبين طوب احمر، القالب اللي هو 10 خروم، ادي 2 4 6 8 10. ال 10 خروم ده قالب كبير جدا، يعني عادي يدخل في كيلو الا ربع او اكتر. بسم الله ما شاء الله. لما هنا يبقى يكون عندي جوز حمام بحجم القالب الطوب ده، لا يبقى احنا كده شغلنا صح وحي على الفاح والله ينور. طبعا احنا كده قفلنا العنبر، عملنا السلك، عملنا الارضيه اصلا صلبه لان احنا بنبني فوق بيت. طبعا ده مشروع من المشاريع الملمومه اللي اقتصاديه كويسه، اللي بتجيب دخل كويس خالص، اللي هي بعيد عن العين، بعيد عن الحسد، محدش بيشوفنا، حاجتنا مقفول عليها، احنا مستخبين ومتداريين من كل الناس، لان احنا الزمن ده محتاج الشغل ده. تمام؟ بنيجي وبنشتغل وبنجيب المون، او حضراتكم بتجيبوا المون على حسب المكان اللي فيه الشغل. الفخار عندنا مصنع الفخار بتاعنا، فخار من انسب وانظف الحاجات اللي تنفع للتربيه. مع الطينه ديت بترطب على الحمام في فصل الصيف، في فصل الشتاء بتدفي، فبتعمل تكييف للعوامل الجويه. تمام؟ يعني لا في زغلول هيبوظ ولا في بيضه هتبوظ ولا الحمام هيفضل طول السنه. زائد ان الفخار طاهر بطبيعته. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو عندي حمام عايش هنا في فخار هيبيض في الفخار، ويسيب لي الحمام او السبله او الفضلات، الفخار هيطردها، هتنشف وهتطردها، فهتشرب المخلفات. عكس الصفيحه،
عكس الجيركن، عكس البلاستيك، عكس الخشب، عكس الجرادل، عكس اي حاجه. فده هو الشغل الصح. تمام. ده شغل اخوك خالد الفخراني اللي بناء برج الحمام وعلى نابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. ده شغلنا الحمد لله، بنشتغل في كل المحافظات. احنا تليفوننا مكتوب على الشاشه، اللي حابب لاي حد ولكل الناس اللي حابه تشتغل واللي حابه تتواصل واللي حابه تحجز واللي حابه تعمل شغل حمام، شغالين في كل المحافظات. تليفوننا 010 6 9 10 4196. التليفون كمان مره 010 6 9 10 4196. ده تليفوننا، ما عندناش الا التليفون ده. بنشتغل في كل الاماكن. ان شاء الله هنعمل فيديو تاني واحنا بننزل حمام في المزرعه دي، واحنا بننزل الحمام هنعمل فيديو تاني وهنعرفكم ازاي طريقه الاكل والتغذيه والنظافه والتغذيه والتسويق والانتاج، كل ما يخص الحمام معانا باذن الله تعالى. وباذن الله هنحضر جمع انتاج هنا من المزرعه. ده شغل اخوكم خالد الفخراني اللي بناء برج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. شاكر للمتابعه، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم بينا. ودينا هنا كده احنا شغالين في العنبر. لقطات حبينا نوريها لكم ونشرحها ونبينها علشان كل مشاهدينا والناس الحلوة اللي بتتابعنا فرد فرد، اخواتي الغاليين واخواتي الغاليين، يشوفوا احنا شغالين ازاي. كده بنركب الفخار بالمونة وبنثبت كل فخارة لوحدها وبنقفل كل الشغل بتاعنا. حي على الفلاح بياخد حجه من المونة علشان نوصل لدرجة تماسك ودرجة تكفيل محترمة، وهيبان شكل نهائي ممتاز زي ما كان في أول الفيديو هيبان في آخره. ودايما بنكونوا حريصين على التكفيل وتظبيط الشغل. ده فيديو بالعكس قبل ما نبدأ خالص، حطيناه في الآخر علشان نعرف حضراتكم احنا بنعمل ايه، شغالين ازاي. شغلنا بسم الله ما شاء الله في كل المحافظات بنشتغل. أكبر فخار، أحلى تكفيل، شغل بأمانة بمصداقية. بنتشرف وبنشتغل لكل حبايبنا الموجودين في كل محافظات مصر. تليفوننا 010 6 9 10 4196. هنشوف الحمام اهو، العنبر اتكفل، نزلنا الحمام وعملنا بانيو وحمام سباحة للحمام يشطف ويستحمى ويشوف حاله ويظبط أموره من داخل المزرعة. شاكر للمتابعة حبايبي الحلوين اللي مشرفيني بالمتابعة وبالاشتراك وبالتعليقات الحلوة اللي ربنا دايما يخليهم لي. أنا بحب كل حد اشترك معايا والله. ده اللي هنقوله ومش هنقول أكتر من كده علشان ما نكترش على حضراتكم من شغل اخوكم خالد الفخراني اللي بناء برج الحمام وعنابر الحمام في مصر. شكرا لحضراتكم.